يا اهلا بكل محبين قصة فيلم. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الاول وما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بعربية متعلق على المراية بتاعتها سلسلة فيها هوية جيش، والعربية بتكون واقفة قدام اوتيل صغير على الطريق، وبنشوف أليس وهي بتصحى من النوم على تليفون إيريك جوزها، فبترد عليه وبتدخل الحمام وبتكلمه فيديو. وساعتها إيريك بيسألها إذا كان جون زميلها في الشغل ممكن يوصلها لبيتهم عشان يروحوا للدكتورة الصبح بدري، فأليس بتقول له إنها اتفقت مع جون من الليلة اللي فاتت إنه يوصلها. فإيريك بيقول لها إن ميعاد الدكتورة مهم جدا لأنها أشهر دكتورة خصوبة في المنطقة، وفي أمل كبير إنها تساعدها عشان تقدر تخلف، وبتطمنه وبتقول له إنها هتقدر توصل في الميعاد اللي اتفقوا عليه. وبتنهي معاه الاتصال، ووقتها بنشوف إن جون موجود معاها في الأوضة، وفي نفس اليوم بالليل بيكون جون في العربية مستنيها، ولما أليس بتركب العربية معاه بيقول لها لو مش عايزة تروح المشوار ده بلاش، فبتقول له إنها هتروح وإنها محتاجة إنهم يقفوا على الطريق عشان تشتري قهوة. وبيطلع جون بالعربية، ولما إيريك بيتصل بيها ما بتردش عليه، فجون بيقول لها لو عايزة ترد عليه ردي، فبتقول له إنها مش هترد. ولما جون بيشوف مؤشر البنزين في العربية بيقول لها إن هم محتاجين يقفوا في أقرب بنزينة عشان يملوا العربية بنزين، فأليس بتقول له أنا قلت لك إنك لازم تتأكد إن العربية فيها بنزين قبل ما نتحرك. فبيقول لها جون إنه لسه مال الخزان العربية امبارح ومش عارف البنزين ده بيروح فين. وين إيريك بيبعت لها رسالة بيقول لها فيها إن الطريق الرئيسي زحمة، وبيعرفها إنهم لازم يدخلوا من طريق جانبي، فأليس بتطلب من جون إن هم يمشوا من طريق جانبي وبينفذ كلامها. وساعتها بتظهر قدامهم بنزينة فبيقفوا عندها، وجون بينزل يملى العربية بنزين، وأليس بتدخل الماركت الملحق بالبنزين عشان تشتري قهوة. ولما جون بيملى العربية بالبنزين البنزين كله بينزل من التانك على الأرض بسبب ثقب موجود في التانك. ولما بتدخل أليكس الماركت عشان تشتري القهوة بتدور على الكاشير لكن ما بتلاقيهوش، فبتحط الفلوس على الكاونتر وبتمشي. وساعتها بتشوف آثار دم على المنتجات اللي ورا الكاونتر، فبتروح بسرعة ناحية الباب الماركت، ووقتها بينضرب عليها نار، فالطلقة بتيجي في دراعها وهي بتقع على الأرض، وتليفونها بيقع منها على الأرض، فبتتسحب ناحيته ناحية المنتجات. وساعتها القناص بيضرب نار بشكل عشوائي على الماركت، فبتصرخ أليكس وبتنادي على جو، لكن جون بيكون حاطط الهاند فري وبيسمع أغاني وما بيبقاش سامع ولا ضرب النار ولا استنجاد أليكس بيه. وبتقطع أليكس جزء من هدومها وبتربط بيه الجرح. ولما بتخرج من ورا الرف بينضرب عليها نار، وبتعرف ان مصدر الضرب النار هو قناص واقف قصاد يافطة اعلانات كبيره متعلقه على عمود قريب من الماركت، فبتتسحب ناحيه تليفونها لكنها قبل ما بتوصل له بينضرب نار على التليفون وبيتدمر. فبترجع أليكس لمكانها، وساعتها بتشوف على شاشات المراقبه المتعلقه في الماركت ان في باب خلفي ليه، وفي الوقت ده بتسمع واحد بيتكلم في اللاسلكي الموجود على الكاونتر وبينادي على واحده اسمها إيميليا، فبترمي اكياس شيبسي في الجو، فالقناص بينشغل بيها وبيضرب نار عليها. وفي نفس الوقت وهي بتجري ناحيه الكاونتر بتاخد اللاسلكي وبترد على الراجل، فبيسالها انت مين، فبتقول له ان في قناص بيضرب نار على الماركت، وبتطلب منه انه يتصل بالشرطه. وفي الوقت ده جون بيشوف مؤشر البنزين بتاع العربيه وبيعرف ان العربيه ما فيهاش بنزين، وساعتها بيكتشف ان تانك البنزين بيسرب، فبيروح على الماركت. واول أليكس ما بتشوفه بتحاول انها تحذره، لكن القناص بيضربه طلقه وبيخلص عليه، فبيحاول جون انه يزحف ناحيه أليكس، فبيضرب القناص طلقه تانية عليه وبيقتله. وأليكس ما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي، ووقتها بتسمع الراجل اللي بيتكلم في لاسلكي وهو بيسالها على اللي حصل، فبتقول ان القناص قتل حبيبها، فبيسالها عن إيميليا مراته، فبتقول انها ما تعرفش عنها حاجه. ولما بيسالها انت فين بتقول انها مستخبيه ورا رف، وبتطلب منه انه يتصل بالشرطه. وساعتها بتسمعه وهو بيكلم الشرطه، وبعدها بيطمنها وبيقول لها ان الشرطه هتوصل خلال ربع ساعه، وبيسالها انتوا جايين منين في الوقت المتاخر ده، فبتقول له ان هي وحبيبها جون زمايل في الشغل وكانوا جايين من مؤتمر، وجون كان بيوصلها لبيتها. بس بعدها أليكس بتتصدم لما بيقول لها ان هو اللي فجر راس حبيبها، فبترمي اللاسلكي وهي منهاره. وساعتها قناص بيطلب منها انها تظهر، ولما ما بتردش عليه بيقول لها ان هو اللي هيجي لها، فبترفع ايديها فبيضرب نار ناحيتها. وبعدها بترجع لمكانها وبتاخد بطاريات ادويه كهربائيه وبترميها ناحيه مفاتيح النور عشان تقفل النور وتحجب الرؤيه عن القناص، لكنها ما بتقدرش انها تطفي النور بيها. وساعتها بتكتشف ان الارفف ليها عجل، فبتتحرك بيهم ناحيه مفاتيح الكهرباء، والقناص بيفضل يضرب نار ناحيتها. ولما بتوصل أليس ناحيه مفاتيح النور بتقفل النور، وساعتها الماركت كله بيضلم، وبتحاول انها تستنجد باي حد على موجات تانية من اللاسلكي، ولكن في كل الموجات القناص اللي بيرد عليها. وبعدها بتكتشف ان إيميليا مقتوله في المحل، والقناص بيقول لها انه كان بيحب مراته جدا لكنها خانته، وبيسالها اذا كان الملل في العلاقه الزوجيه مبرر للخيانه، لكنها ما بتردش عليه، وبتدور على تليفون إيميليا لكنها ما بتلاقيهوش. وساعتها بتشوف التليفون الارضي فبتحاول تتصل منه بالنجده، لكنها بتكتشف ان سلك التليفون مقطوع، وبتلاقي صندوق فيه صوره لجندي في الجيش الامريكي ومعاه بنته، وبتلاقي كمان شنطه اسعافات اوليه، وبيفضل القناص يكلمها في اللاسلكي وهي ما بتردش عليه. وبتروح تاخد مفاتيح العربيه من جثه جون، وبتشغل انذار العربيه وهي في المحل عشان تشوف رد فعل القناص. والاول ما بيسمع صوت انذار العربيه بيضرب نار على العربيه، وبيكلمها في اللاسلكي وبيقول لها انها دايما بتفضل نفسها عن كل اللي حواليها، واهم حاجه عندها مصلحتها وبس. فبتقول له انه ما يعرفش حاجه عنها عشان يحكم عليها، وبتسيب اللاسلكي وبتجيب لزق وبتلزق الجرح اللي في دراعها، وبعدها بتاخد مسكن. وبيوصل واحد للماركت وبيطلع انه صديق إيميليا، وبتحكي له أليكس عن كل حاجه، وبتقول له ان القناص قتل إيميليا،
وبيشوف جثه ايميليا وبينهار. وساعتها اليكس بتاخد شاكوش من العراف لانها بتشك ان هو القناص، لكنه بيقول لها انه صديق ايميليا وبيطلب منها انها تكلم القناص على لاسلكي عشان تتاكد انه مش هو القناص. فبتكلم اليكس القناص على لاسلكي لكنه ما بيردش عليها. وساعتها اليكس بتطلب منه انه يتصل بالشرطه، فبيقول لها انه نسي تليفونه في العربيه، فبتطلب منه انه يروح يجيب التليفون وبيرفض، وبيقول لها ان القناص ممكن يقتله. فبتقول له اليكس انها هتشتت انتباه القناص بالكشاف اللي معاه، فبيخرج يتسحب من المحل وبيروح ناحيه عربيته. ولكن قبل ما يوصل للتليفون القناص بيفجر راسه. وبيكلم القناص اليكس على التليفون وبيقول لها ان هي اللي قتلت الراجل ده لانها هي اللي اقنعته انه يخرج من المحل. فبتساله اليكس انت عايز مني ايه؟ فبيقول لها انه عايزها انها تعترف بالحقيقه وان هما الاتنين زي بعض، هو مريض نفسي وهي عشان مصلحتها ممكن تعمل اي حاجه. فبتقول له انهم مش زي بعض وبتسيب اللاسلكي. وساعتها بتشوف شمسيات بحر فبتاخدهم وبتفتحهم وبتحطهم قصاد الازاز بتاع الماركت عشان تقدر انها تحجب الرؤيه عن القناص. وساعتها بيضرب عليها نار وهي بتجري ناحيه الباب الخلفي للماركت، وبتاخد اسطوانه حريق وبتحاول انها تكسر القفل على الباب الخلفي لكنها ما بتقدرش. وهنا بيوصل واحد بعربيته في محطه البنزين وبيحاول يملى عربيته بالبنزين لكنه ما بيلاقيش بنزين، فبياخد عربيته وبيمشي. وساعتها القناص بيقول لها انه لو كان مريض نفسي كان قتله. فبتقول له ان جواه راجل كويس وعشان كده ما قتلش الراجل اللي واقف في المحطه، وبتعرفه ان هي وجوزها بيحاولوا انهم يخلفوا. وساعتها القناص بيقول لها انه واضح جدا انك بتحبي جوزك وعلشان كده كنت مع حبيبك من شويه. فاليكس بتقول له انها بتحب جوزها لكن الجواز خانقها وخلاها تحس بالملل وعشان كده خانت جوزها. فبيقول لها انت ما تصلحيش تكوني ولا تشيلي مسؤوليه طفل وبيت لانك ما بتحبيش غير نفسك وبس. وبيقول لها انك اكيد كنت حامل واجهضتي نفسك من ورا جوزك. فبتقول له اليكس انها طول حياتها بتحاول ترضي الرجاله من اول ابوها وجوزها لمديرها في الشغل، وده بيخليها دايما بتحس انها قليله في نظر نفسها. وبتقول له انها دخلت في علاقه مع جون مش عشان هي بتحبه لكنها لانها ملت من حياتها وكانت بتحاول انها تكون سعيده. وبتقول له انها بتحب جوزها وعايزه تكمل معاه حياتها. وهنا بتسمع صوت عربيه شرطه فبتحاول انها تشاور للعربيه لكن الضابط ما بيشوفهاش وبيكمل في طريقه. فبتخرج اليكس من الماركت وبتتسحب ناحيه العربيه لكنها بتكتشف ان مفيش فيها بنزين، والقناص بيفضل يضرب عليها نار فبتجري ناحيه الماركت. وساعتها بيضرب عليها طلقه وبتيجي في رجليها فبتقع على الارض وبتفضل انها تتسحب لحد ما تفقد الوعي. وبتفوق على صوت القناص وهو بينادي عليها في اللاسلكي. وساعتها بتلاقي جرح رجلها بينزل بغزاره فبتاخد شنطه الاسعافات الاوليه وبتطهر الجرح وبتربطه وبتاخد مشرط وبتروح ناحيه الباب الخلفي للماركت وبتفضل انها تنشر في القفل لكنه ما بيتكسرش، والمشرط بيجرحها جرح كبير في ايديها وبتربط ايديها وبترجع تستخبى ورا الرفوف. وساعتها القناص بيقول لها انه كان بيدافع عنها في يوم من الايام هي واللي زيها، هو وزمايله اللي ماتوا جنبه في حرب العراق. وفي الاخر الاعلام ما اتكلمش عنهم وده خلاه هو واللي فضلوا عايشين من زمايله ويتحولوا لقتله، في منهم اللي بيقتل طلبه مدارس وفي منهم اللي بيقتل بشكل عشوائي زيه. فاليكس بتقول له انها متفق معاه ان الاعلام بتاعنا مضلل لكن ده مش سبب يخليك تقتل الناس بريئه وملهاش ذنب في اللي حصل لك انت وزمايلك. وفي الوقت ده بتوصل العربيه للمحطه وبينزل منها راجل كبير وبيحاولوا انه يملى العربيه بالبنزين. وساعتها اليكس بتشاور له عشان يمشي ويتصل بالشرطه. ووقتها الراجل الكبير بيشوف جثه حبيبها فبيجري ناحيه عربيته. وساعتها القناص بيضربه بالنار وبيقع على الارض. وهنا مراته بتنزل من العربيه وبتجري ناحيته وبتحاول انها تساعده، واليكس بتقول لها من ورا الازاز اهربي لكنها بتجري عشان تدور على حد يساعد جوزها. فالقناص بيضربها هي كمان بالنار وبتقع على الارض ميته. وساعتها جوزها واللي بيكون لسه فيه الروح بيحاول يوصل لها فالقناص بيضربه رصاصه تانيه وبيخلص عليه. وهنا اليكس بتتفاجئ ان في بنت صغيره في العربيه فبتطلب منها انها تستخبى لكن البنت بتنزل من العربيه وبتجري ناحيه جدتها. وساعتها اليكس بتكلم القناص في اللاسلكي وبتقول له هو تقتل البنت الصغيره، فبيقول لها انه موافق ان ما قتلهاش بس بشرط انك تقدمي حياتك مقابل حياتها. فبتوافق وقتها اليكس وبتكتب للبنت على المناديل ارجع للعربيه. فالبنت بتسمع كلامها وبترجع. فبيقول لها القناص اظهري نفسك عشان اقتلك وقبلها اطلبي من البنت انها تهرب وانا هسيبها تهرب. فبتكتب اليكس للبنت على المناديل اطلع على الطريق واجري بعيد. فبتنزل البنت من العربيه وبتجري ناحيه الطريق لكنها بتلاقي الشارع ضلمه فبتخاف وبتجري ناحيه اليكس واللي بتقول لها ما تخافيش وبتعرفها انهم هيخرجوا من هنا. فبتحط اليكس ستاند كبير ورا الباب وبعدها بتاخد القطر من على الارض وبتاخد البنت وبتيجي ناحيه الباب الخلفي وبتفضل تنشر في القفل لحد ما بيتكسر. وبتنزل هي والبنت الجراج وبتحاول تفتح باب الجراج واللي بيوصلها للشارع لكنها ما بتقدرش. فبتخبي البنت تحت السلم وبتطلب منها انها ما تطلعش غير لما تنادى عليها. وهي بتصنع سلاح من المعدات اللي موجوده في الجراج. وفي نفس الوقت القناص بيقدر يدخل السوبر ماركت وبيدور عليهم. فاليكس بتفاجئه وبتغرس السلاح في جسمه وبتدخل معاه في قتال عنيف وبيقدر القناص ان هو يخرج السلاح من جسمه. وساعتها اليكس بتضربه بطفايه الحريق على راسه فبيهاجمها ووقتها المسدس بتاعه بيقع على الارض وبنسمع صوت ضرب نار. وبعدها بنشوف اليكس وهي بتقع على الارض وبينزل القناص الجراج وبيفتح الباب وبعدها بيروح للبنت الصغيره. وهنا اليكس بتهاجمه وبتقدر انها تخلص عليه لكنها في الاخر بتموت بسبب الدم اللي بتنزفه. والبنت بتجري بره الماركت وساعتها بيكون النهار طلع فالبنت بتكمل جري على الطريق. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك. هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.